حتى اختيار الاسم عجبني الموضوع، دليلك السريع على السريع، واخدين بالكم للوصول الى منصب. وهنقول الفرعون عشان انتوا بتحبوا تقولوا فراعنه يعني للناس عاديه، وزي ما قلنا كده مجازا انا كان نقول الملك الحكم. ازاي عبر العصور اللي هي كانت كتير جدا في الحياه، واللي احنا بنقعد نقول لكم طول الوقت ان هي ما كانوش 30 40 سنه يا جماعه، ده يعني كانوا في عهد رمسيس كانوا بيروحوا يزوروا الاهرامات على انها اثار يعني اثار اجدادنا. فازاي كان كل ملك بيقدر ان هو ينجح. وهنعرف تفاصيل لعبه السياسه مع الكهنه مع الشعب، ومين الملك اللي كان مقبول، وازاي حصلت عصور انتقاليه، وبالتالي كان في زعزعه في الحكم في وقتها. مع الاستاذ خبير في علم المصريات وباحث في علم المصريات الاستاذ مينا رشدي. اهلا يا مينا. اهلا بك. نورنا المره الثانيه. الثالثه. لا، ما انا كنت معاك. كنت معتذره عن مره، وزميله بقى اللي كانت معاك. انا مذاكره كويس. انا ما بفتكرش، ما بنساش الضيوف. شرف لي. الثالثه في كلمه، لكن الثانيه معايا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. موضوع غريب حقيقي يعني ومختلف، والتناول ده اللي بنقوله بقى. احنا يمكن ما بنتكلمش دلوقتي تاريخيا الحقبات التاريخيه، وانت معودنا دايما انت ما بتجيبش موضوعات تقليديه، بتيجي كده موضوعات مثيره للجدل زي ما بيقولوا. حقيقي. اختيار الموضوع بصراحه كان عجبني، بس هل فعلا ما كانش الموضوع يعني لما بنقرب بنلاقي فلسفات او طرق مختلفه للتعامل مع الحكم وقتها؟ مظبوط. هي الفكره في حد ذاتها ان احنا لما بنيجي نتكلم عن الملك، يعني ان احنا بنقول مثلا الفرعون او الملك يعني طلع على العرش، فاحنا دايما بيتبادر لاذهاننا فكره بسيطه جدا ان هو الملك دوت اكيد باباه ملك ومامته ملكه، فخلاص يعني هو الاب ملك والام ملكه، فالابن اكيد هيبقى ملك، زي ما احنا عارفين زي ما بيحصل حاليا في الدول اللي هي فيها الملوكيه، او يعني زي ما اغلبنا بيقرا التاريخ بيبقى فاهم كده. فاحنا عندنا في كتب التاريخ بنبقى شايفين مثلا الملك فلان مات، الملك اللي بعديه مسك، الملك فلان مات، الملك اللي بعديه كسب. كان الموضوع سهل، كان الموضوع سهل وبسيط. لكن الفكره معقده جدا. ليه؟ لان احنا علشان نقول ان الملك دوت يطلع على العرش، في لازم مجموعه من الشروط لازم تتوفر علشان الملك دوت يقدر يوصل. حلو. طيب احنا دلوقتي علشان نقول البدايه كانت ازاي، او علشان نفهم ان الملك كان علشان يطلع على العرش في البدايه كان ماشيه ازاي، لازم الاول نرجع خالص بالبدايه نفهم البدايه دي كانت فين من ايام طبعا الملك نرمر. هل نرمر هو اول ملك؟ لا، زي ما قلنا قبل كده في حلقه قبل كده ان نرمر ما كانش اول ملك، لكن احنا بنعتقد ان كان في اسره قبليه او كان في مجموعه من الملوك قبليه، لكن احنا ما عندناش معرفه بيهم لان ما كانش في كتابه او كتابات، ما كانش في كتابات كتيره توثق. او بالظبط زي ما حصل في ايام نرمر والفتره اللي من بعد نرمر. طيب احنا دلوقتي لو نتكلم على البدايه بتاعه التوحيد، هل عندنا في الوقت ده اللي هو سنه 2900 قبل الميلاد، هل عندنا في دليل على ان كان في نوع من الشرعيه او نوع من ال الاسباب اللي بتخلي الملك يطلع على العرش؟ كان في. طبعا احنا كلنا عارفين قصه الملك نرمر ان هو قام بتوحيد القطرين زي ما احنا عارفين في اللوحه المشهوره بتاعته اللي هي لوحه نرمر، ان هو لابس في واحده من الوجهين بتوع اللوحه لابس التاج الابيض وهو بيحارب ملك من ملوك الشمال، وبعد كده بننتقل للوحه الناحيه الثانيه فشايفينه هو لابس التاج الاحمر التاج بتاع الدلتا، وده معناه ان هو انتصر على الملك وبقى هو ملك القطرين او ملك الارضين. لغايه هنا والموضوع تمام مفيش مشكله. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان هو وصل للعرش عن طريق حرب، يعني هو كان في حرب معركه ووصل للعرش. طيب الحته بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها او الفوكس اللي عايزين نركز عليه في الموضوع دوت ان الملك نرمر اسس اسره بعد كده. طب هو اسس الاسره دي على اساس ايه؟ او يعني ايه الحاجه اللي حصلت بعد كده؟ ان احنا شفنا الملك اللي جه بعديه اللي هو الملقب بحور عاها. في ناس بتقول ان حور عاها هو الملك نرمر، بس هو اختلاف في الاسامي. الفكره ان لا في نرمر ولا في حور عاها، اللي احنا الفوكس اللي عايزين نركز عليه هو الملكه اللي كان متجوزها نرمر. تمام. كان اسمها ايه الملكه ديت؟ اسمها نيت حتب. نيت حتب. طب ايه المشكله لما يكون اسمها نيت حتب؟ لا انا اول مره اسمع عنها تقريبا. ما بالظبط لانها مش مشهوره. يعني ممكن لو المخرج يجيب لنا اول صوره، دي صوره الخرطوشه بتاعتها او السيل امبريشن، ده كان الختامات اللي هي فيها الاسم بتاعها. لقيناها فين دي؟ انا بسمع عن ملكات يعني طبعا دايما نقول الاشهر يعني، لكن ملك نعرمر زي ما فابيدوس
في سوهاج. قصدي ما حدش بيجيب سيره من الملكات في الاسره عامه. في الدوله القديمه تلاقي الملكات. وده احنا بنتكلم كمان ايه، احنا بنتكلم في اللي هو عصر ما قبل الاسره، اللي هو سوري انا اسف، عصر البدائي خالص، اللي هو الاركايك اللي بنسميه بالانجلش العصر العتيق بالعربي. العتيق العصر العتيق ده كمان اللي هو ايه، انت عندك ملكتين كمان مشهورين، يعني مش الملكه بس نيت حتب، ده انت عندك كمان ملكه اسمها ميريت نيت. ودي حكمت هم انتوا بتبقوا عارفين الناس اللي دارسه، لكن اقصد مش مشهوره طبعا، مش مشهورين. ما بتجيش سيره الملكات اصلا. ده الموضوع مهم جدا. لان احنا علشان نوصل بعد كده للشرعيه بتاعه الملك لازم نتكلم عن دور الملكات. الموضوع مش ببساطه. نيت حتب. فنيت حتب زي ما شفنا في الصوره كان ليها الختامات باسمها، وكمان كان ليها مقبره كبيره، اللي هي الصوره التاليه اللي بعد الصوره ديت، دي صوره المقبره الخاصه بيها اللي موجوده في ابيدوس في العراق مدفونه. مقبره ضخمه، مش مجرد مصطبه صغيره او مدفن صغير، لا مدفن كبير ضخم. فده معمول لملكه. تمام. طيب دي زوجة الملك نارمر. طيب احنا ليه بنقول عايزين نركز على اسم الملكه؟ هو نفسه موجود مقبرته بالمناسبه؟ نعم، مقبرته هو نفسها موجوده؟ موجوده، بس احنا طبعا ما لقيناش فيها، يعني اتسرقت بقى واتنهبت من الاف السنين. الاسم بتاعها اللي هو نيت حتب، الاسم ده فيه نقطه صغننه، ان هي اسمها نيت، الالهه نيت اللي هي الالهه من الالهات المشهوره في الدلتا، من الهات الصيد. تمام. وحتب معناها مبسوط، فنيت حتب يعني رضاء الالهه نيت او انبساط الالهه نيت. طيب في حته بقى صغننه، نيت من الهات الشمال، ونارمر جاي منين؟ الجنوب. جاي من الجنوب. فايه اللي هيخلي نارمر يتجوز واحده من الشمال؟ ده لان هو عايز يعمل نوع من المصالحه ما بين الشمال والجنوب. فجرت العاده في الفتره دي اللي يحصل ايه؟ ان الملك الجنوبي يتجوز اميره من الشمال. حلو؟ يعني ده من أسرة، ده من عيلة، ودي من عيلة تانية. طب هو بيعمل كده ليه؟ علشان يوحد القطرين، أو يعني يبقى توحيد للقطرين الشمال والجنوب مع بعض. عن طريق المصاهرة. عن طريق المصاهرة. الحتة دي احنا لما بنيجي نريفير عليها بنريفير مثلا على اللي كان بيحصل في أوروبا في القرون الوسطى. أيوة. في أوروبا كانوا بيعملوا إيه؟ العائلات الملكية بتتجوز من بعضيها. يعني أنا مثلا أهو هتجوز بنت ملك من بلد اللي جنبي علشان يبقى في نوع من التحالف. فكان في الفترة دي المصريين عندهم وعي سياسي لأهمية الجواز أو الاندماج ما بين الممالك عن طريق المصاهرة أو عن طريق الجواز. طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل إن من ضمن الأسرة ذات نفسها هيبتدي بقى الملك يتجوز ملكة أو أميرة، بعد كده يجي لنا حور عاها، بعد كده هيبتدوا بقى يجي واحد ورا واحد ورا واحد. طيب إحنا كده قلنا إيه؟ إن هم بيتجوزوا علشان يعني يبقى في أدي أهو، يبقى في نوع من التصالح. بعد كده هيبقى ابنهم هيبقى هو الملك، زي ما حصل مع حور عاها والملوك اللي بعديه، والملكه اللي هي اسمها ميريت نيت. ميريت نيت دي كان زوجها كان ملك وتوفى، وهي كان عندها ابنها، فهي كانت ماسكه الحكم لغايه لما هو كبر. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ عايزين بقى نركز في نقطه صغيره. مسكت الحكم فتره. مسكت الحكم فتره، وكان ليها مقبره، وكان ليها خرطوش. ساعتها ما نقدرش نسميها خرطوشه، كان بيبقى اسمها علامه السارخ. علامه السارخ اللي هو بيبقى مستطيل وليه واجهه زي واجهه القصر، ودي موجوده في متحف الحضاره نقدر نشوف. ده بيدل ان هي كانت ماسكه، كانت اسمها بالظبط كانها ملكه الحكم فتره، بالظبط كانها ملكه. طيب اللي حصل بعد كده ايه، او الفتره دي عامه في تاريخ العصر العتيق، بنقول ان الملوك كان يشار اليهم باتباع حورس. عرفنا ازاي؟ دايما كل ملك كان يتكتب اسمه في داخل السارخ او المستطيل دوت اللي شكل واجهه القصر، يتكتب اسم الملك ويتحط رمز الحورس من فوق. يعني نقدر نشوف في الصوره اللي جايه تمام ان الملك مرسوم الاسم بتاعه زي ما حضرتك شايف كده المستطيل اهو، وفي الصقر حورس واقف من فوق، كانه بيقول ايه، او ايه الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. هو عايز يقول ان الشرعيه اللي بتاعه الملك يستمدها من كونه تابع لحورس. حتى لما نيجي نشوف لوحه نارمر، تمام، لوحه نارمر نلاقي عليها ايه؟ الملك نارمر واقف وهو ماسك الملك من الشمال وبيضربه، ومين واقف قدامه؟ حورس واقف قدامه. كانه بياخد الشرعيه بتاعته من حورس. يعني شرعيته في الحرب ان هو بيحارب الشمال، وكمان حورس بيحارب معاه، كانه بيقول له ايه؟ يعني بيقول له ربنا راضي عنك، يعني اللي هو حورس بيأيدك، حورس بيديك أسرة كمان. يعني هو حورس ماسك في ايديه الحبل اللي مربوط بمناخير واحد من الأسرة، الراس طالعه من علامه اللي هي بتترجم في الهيروغليفي كلمه طا يعني ارض، وطالع منها 6 عيدان بردي، يعني معناها ان هو بيديله 6000 اسير من ارض البردي المقصود بها الشمال. فحورس
هو الشرعيه اللي كان الملوك بيستندوا اليها علشان يكونوا ملوك لمصر. ليهم شرعيه دينيه دي وتاثير على الناس زي بالظبط. زي ما لأن بيحصل هو في بعض الدول انه يقول لك بالظبط. انا جاي انا بتاع ربنا. طبعا هو يعني ان هو دي تعرف موجوده اللعبه دي لحد دلوقتي بالظبط يعني. بس هي طبعا يعني هي في عميق وجدان المصريين. هو طبعا الحقبه ديت احنا غنيه جدا. بس هم عامه المصريين القدماء يعني استخدموا اللعبه دي كتير يعني ده طبعا كتير جدا. احنا هنحكي منها كتير آه. بس الحاجه الممتعه او الحاجه الفاسينيتنج ان انت بتتكلمي في فتره ما قبل التاريخ. يعني احنا ما نعرفش الناس دول، يعني ما عندناش معلومات، بس من الحاجات البسيطه اللي سابوها لنا وضحوا لنا برضو قد ايه كان الفهم بتاعهم عن الدين وارتباط الدين بالسياسه. علشان الملك يوصل على العرش هو محتاج سلطه دينيه تأيده، يعني مش بس قوه سياسيه او قوه عسكريه تأيده، لا ده كمان محتاج قوه دينيه او دعم ديني او شرعيه علشان يوصل. وده ايه، احنا بنتكلم على نارمر يعني يا جماعه 3000 سنه قبل الميلاد، والمصريين كان عندهم وعي سياسي باهميه الدين علشان اطلع على العرش. يعني اصلا انت بتتكلم اذا بتفند او بتفسر او بتحلل سياسه نارمر، فده معناه ان نارمر ده مش جاي من فراغ. فاحنا ما بنيجي نقول احنا ابتدينا نوثق او نفهم او نعرف ابتدينا نقرا من اول هنا ده مش معناه ان هو قبل كده كانوا في بالظبط معناه ان هو كان نزلوا من السماء مثلا او كده. بالظبط ده نظام محكم، هم ابتدوا يكتبوا بس بالظبط. ابتدوا يكتبوا فاحنا ابتدينا نفهم. بالظبط لكن قبل كده موجود بس احنا لانه طريقته اصلا في الحكم لا ده واضح انه كان واضح ان في حاجات قبل كده في سياسه وفي اداره. يعني احنا دايما نقول ايه، ان نارمر اسس حكومه مركزيه. طب يا جماعه هو حكومه مركزيه دي هيصحى من النوم الصبح يقول يلا يا جماعه نعمل حكومه ونعمل؟ لا طبعا. اكيد كان في فكر قبل كده، في اثار. يعني انا اتذكر احد اساتذتي الافاضل في الجامعه كانت تقول لنا ان الفتره اللي هي عصر ما قبل التاريخ، آدة وبداري والحاجات دي كلها دي احنا لو عايزين نفهم التاريخ المملكه القديمه جه ازاي، احنا لازم نرجع للحاجات القديمه دي. لازم نفهم عشان نفهم علم الاثار، ودي هنتكلم عليها دلوقتي. عشان نفهم في علم الاثار ليه اتبنت الاهرامات او ليه اتبنت المصاطب او الحاجات دي، احنا لازم نرجع لفترات ما قبل التاريخ. يعني انا ممكن في الصوره اللي احنا شفناها المصطبه بتاعت نيت حتب، المصطبه دي احنا ممكن نتكلم في الديزاين بتاعها، نقعد نحكي كتير قوي ان ازاي الشكل والتصميم والحاجات دي كلها وصلتنا الفتره بتاعت زوسر وما بعد زوسر. ده احنا في كلام كتير قوي ممكن نقوله في الموضوع. ما كل حاجه تطور على اللي قبل يعني. بالظبط وده رد على ايه، على الناس فاكره زي ما قلنا قبل كده اللي يقعد يقول لك ان الاهرامات دي حضاره فاتت وناس من الفضاء بس. طيب يبقى احنا وقفنا لغايه مين؟ لغايه الاسره الاولى والملوك اللي كانوا بيستمدوا شرعيتهم من حورس. حلو. هتيجي الاسره الثانيه. طيب الاسره الثانيه بقى هي امتداد للاسره الاولى. يعني احنا دايما بنعتبر ان الاسره الثانيه والاولى ما فيش اختلاف كبير حصل. يعني احنا مش عارفين اصلا ليه منيثو لما جه يقسم الاسره الاولى والثانيه قسمهم اصلا ايه اللي حصل. يعني ايه اللي حصل فانت نقلت الاسره الثانيه ليه؟ لان هو ببساطه الملك بتاع الاسره الاولى خلاص، يعني هو كان عنده ابن وبعد كده بقى هو الملك اللي بعديه، فيعتقد ان ممكن يكون اخر ملك في الاسره الاولى لما ساب مثلا او كان مخلف بنت، فجه ملك، جه شاب يعني حد من الاداره واتجوزها، او كان وزير او كده او امير واتجوزها وبقى هو اول ملك في الاسره الثانيه. طيب مش دي النقطه اللي احنا عايزين نركز عليها. اللي احنا عايزين نركز عليه اهم احداث الاسره الثانيه اللي هتبقى صدمه للنظام اللي كان موجود. ايه هي بقى الصدمه دي؟ اللي هي بنسميها ثوره الملك بير إيبسن. بير إيبسن من الاسره الثانيه عمل حاجه غريبه جدا، تمام؟ ودي نقدر نشوفها في الصوره اللي جايه. لو نقدر نعمل زي زوم على المربع اللي فيه اسم الملك، تمام؟ ونبص فوق كده، لو حضرتك شايفه كده ايه اللي موجود من فوق الاسم بتاع الملك، في شكل حيوان كده غريب. ده مش حورس. مين بقى الحيوان اللي فوق ده؟ شبه الكلب شويه. حضرتك عارفه؟ أنوبيس مثلا. لا مش انوبيس. شبه الكلب، مش شايفه اصلا. انت مش فاهم. لو نطلع فوق بقى سنه بسيطه، نطلع فوق. ده اسم الملك بير إيبسن، علامه البير مستطيل. لا اراها في الحقيقه. ايوه نطلع فوق سنه بسيطه. ايوه بس كده. ايه الحيوان دوت اللي هو عنده ودنين طوال كده؟ تمام. ده ولا ايه؟ ده ست. ست؟ ده الاله ست.
ايه ده؟ تمام. ده الاله ست. هو كان بيمثل فعلا ساعات في شكل الكلب. شكل الكلب. هو مش شكل الكلب، هو احنا هو فعلا هو حيوان غريب. يعني احنا بنعتقد ان هو كان من الحيوانات المنقرضه. هو عنده بق شبيه باكل النمل. تمام. في ناس بتقول ان هو ممكن يكون اللي دلوقتي قريب بيقولوا السلعوه، بس اسنان بقها طويل شويه، اللي هي مزيج ما بين الكلاب وابن آوى. ابن آوى وكلاب. ده فهو بيقولوا على انوبيس اصلا هو بق طويل شويه. ما بين يعني هو انوبيس ابن آوى. ابن آوى مش كلب معروف بودانه الطويله. ايوه. لكن البق الطويل او الختم الطويل قوي ده شكل غريب. في ناس بتعتقد ان هو ابن آوى. طيب ايه اللي جاب ست فوق الصارخ بتاع الملك بيريب كان بيمثل في شكل الحيوان الحيوان ده طيب طبعا احنا في جدال بقى كبير، ودي ست اللي هو اخو اوزوريس في الاسطوره الشهيره بتاع إيزيس أوزوريس. مظبوط. مش كل العصور مش كل الدول مش كل المناطق بتعتبره الشر. الفكره ان كون ان ست ارتبط كاله للشر دي ظهرت في الاواخر خالص في العصر المتاخر، لان احنا القصه بتاعت إيزيس وأوزوريس اصلا ما جاتلناش غير من على المعابد البطلميه. كنت لسه اقول لك من اليوناني. يعني هم قالوها قصه يونانيه، فاحنا اعتبرنا ان هو اعتبرناها من ايام المصريين القدماء. هي ممكن يكون ليها اصول، لكن انا اقصد ان اقدم المصادر اللي حكت قصه إيزيس وأوزوريس وذكرت ان ست، والقصه المشهوره ان ست قتل اخوه قطعه والكلام ده كله، القصه دي جت في عصر متاخر جدا. فست لما نلاقي ست على فوق الصارخ بتاع الملك بيريب سانت، ده مش معناه ان هو راجل شرير. يعني ده بالعكس بالظبط. ده لان احنا عندنا ابو رمسيس الثاني اسمه ايه؟ سيتي. يعني رجل الاله ست. ورمسيس كان بيعتبر، ودي هنتكلم عليها كمان شويه، ان رمسيس كان بيعتبر ان اصوله بترجع للاله ست. المكان اللي جاي منه المدينه بتاعته كان من مدينه الاله ست اللي هي دلوقتي اللي هي بير عمسو. تمام. فالاله ست ما كانش اله للشر زي ما الناس متخيله، هو كان اله عادي من الالهه المحليه. تمام. وبدات شهرته تزيد جنبا الى جنب مع الاله حورس، عادي جدا ما فيش اي مشكله. طيب ايه اللي حصل؟ عمل ايه بقى مستر بيريب سان الملك بيريب سان؟ حط ست فوق الصارخ بتاعه بدل حورس. ليه؟ لان هو كان عادي الاله بتاعه المدينه بتاعته، وهو كان بينتمي للاله ست. يعني هو مش بيعبد حورس عادي، ما هو حورس ده ما كانش منتشر في مصر كلها. معبود محلي او الرب يعني، او مش بمعنى مش زي رع مثلا ما هي دي بقى النقطه، ان حورس مع بدايه الاسره الاولى وكون الملوك بينتسبوا للاله حورس، فده خلى حورس زي ما بنقول كده ستيت ديتي، يعني اله دولي او اله للمدينه، يعني سوري انا اسف، اله للدوله كلها. يعني هو المعبود الاساسي في الدوله. برضه دي من النقط الشرعيه. ليه؟ لان كل ملك كان بيجي من مدينه، كان الاله اللي بيعبده الملك ده كان بيبقى هو الاله بتاع الدوله كلها. بيعممها يعني. بالظبط. فده كان جاي من ده عمل كده بتاعه ست، فحاطط ست. ايه النتيجه؟ ثوره في مصر. ليه؟ لو بقى بيخالف الدين. انت بتخالف الشرعيه بتاعتك. لا وغير كده مش بيخالف الدين، ده بيخالف الشرعيه اللي هو واخدها. انت جاي لازم تبقى منتمي شرعيتك لحورس. بالظبط. فانت ايه شرعيتك؟ يعني ايه الحاجه اللي انت بتستند اليها؟ ان انت بتعبد الاله ست؟ لا ما ينفعش. نتيجه كده اللي حصل ثورات. الشمال والجنوب بدا يحصل مشاكل، ما هديتش المشاكل غير مع الملك اللي جه بعد. وسخم يعني القوه، فخاع سخم يعني اشراق القوه. راح ضاف يعني عشان اتنين. راح حاطط حورس وحاطط ست. ليه بقى عمل كده؟ علشان يهدي الناس. ايوه. طيب سياسه. بالظبط. ليه قلت ان الموضوع ده هيغير شكل السياسه في مصر؟ لان من بعديها الملوك بقى فيه اتجاهين. اول حاجه الملوك بقوا يفكروا كده مع بعضهم، يعني اللي هو ايه، متخيل كده ان هم قاعدين مع بعض كده على قهوه الملوك وقاعدين بيفكروا كده مع بعض، يا جماعه احنا يعني شرعيتنا تبع حورس ولا تبع، يعني ليه نربط شرعيتنا بالاله؟ مين بقى الملوك؟ مش في ملك واحد؟ انا قصدي بعد الاسره الثانيه. انا قصدي خلاص خموي. انا بتخيل المشهد. انا بحب اتخيله كده بجو درامي يعني. تمام. فيقعد قاعدين الملوك كده يتكلموا مع بعضهم، يا جماعه احنا ليه رابطين شرعيتنا بالحورس وست والكلام ده كله؟ فيقولوا طب يعني نعمل ايه؟ طيب لا احنا نربط شرعيتنا بحاجه واحده. ايه هي؟ ان انت ذات نفسك كملك انت الاله على الارض. انت الاله مش حورس. حورس مين؟ يعني هو بالنسبه له حورس ده مجرد حاجه احنا عاملينها للناس يعني تتعبد وخلاص وجميل، لكن ليه الملك يبقى تابع لحورس؟ ما يبقى هو حورس. بالظبط. طب انا الشرعيه ليا انا. بالظبط. فما بقاش انا ليه حورس انا على الارض، انا ابقى انا حورس وست مع بعض كمان. وفي من ضمن الالقاب الملكات كانت بتاخد لقب كده جميل قوي، التي ترى حورس وست.
التي ترى حرس وست يعني ايه؟ يعني اللي هي متجوزه حرس وست. اسمها ايه بالمصري القديم؟ التي ما يعني يرى ما ست ما حر وست يعني حر ست. تمام، يعني هي ما كانش عندهم اداه العطف. تمام. فاللي بتشوف حرس وست يعني معناها اللي هي شايف الملك ما هو الا حرس وست على الارض. طيب ليه بنقول الموضوع ده مختلف؟ لان من اول الفتره دي بدايه الاسره الثالثه، بدايه المملكه القديمه، لان احنا كنا عصر عتيق اسره ثانيه، من بدايه المملكه القديمه هتبتدي الافكار الدينيه تتغير بشكل جذري، وتبتدي الافكار السياسيه تتغير بشكل جذري برضو. طيب احنا قلنا ان الملوك في الاسره الاولى كانوا بيعتمدوا، او الاسره الثانيه كانوا يعتمدوا الشرعيه عن طريق النسب، النسب والمصاهره، او يعني من العيله المالكه كانوا بيتجوزوا. الشرعيه من كده، اما من الاله اللي هو البين المعبود. ما هو الشرعيه لازم الاثنين، لازم الاثنين. يعني هو الملك بيقدم نفسه على ان هو تابع لحورس، حلو، فولور اوف حورس، جميل. لكن هو بيقول يا جماعه، بيقولوا انت ابن مين؟ يقول لهم انا ابن الملك. طيب. والملكه الفلانيه. جت الاسره الثالثه كملنا على نفس النسب، اللي هو ان الملك متجوز الملكه وجايب ابنه الامير، هو ده اللي هيبقى الملك من بعده. حلو. طيب بالنسبه لموضوع الشرعيه الدينيه، لا خلي الشرعيه الدينيه على جنب، لان احنا عايزين نتكلم على نقطه مهمه قوي. من بدايه الاسره الثالثه بدانا نلاحظ حاجه غريبه جدا. النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. يعني انا الاله خلاص. بالظبط. دي نقطه. لا، ونقطه ثانيه، ان دلوقتي الملوك بسبب كثره المشاكل والقلق والخناقات في الاسره الثانيه، لان دي فتره كانت يعني في بعض المصادر كان بيوصف الاسره الثانيه، كان بيقول هي الفتره التي كادت تعصف بالاتحاد، بالوحده. يعني دي الاسره الثانيه ومشاكلها، من كتر الاختلافات كانت هتدمر الوحده اللي عملها الملك نرمر. فاللي هو يعني انا فاكر في بعض الكتب، في واحد من المراجع قال ان في ملك من الملوك فصل حكم الارضين فتره مؤقته، يعني ادى الحكم اللي فتره، فصل الجنوب عن الشمال لفتره معينه. انا مش متذكر قوي التفصيله. طب انا بس عشان خايف الوقت يجري. طبعا ده احنا عندنا كتير. تمام. طيب ايه الحاجه الغريبه اللي احنا بنتكلم عليها اللي حصلت في الوقت دوت؟ ان كان الملك علشان يثبت شرعيته كان لازم يثبت انتسابه للملك اللي قبله. ايوه. طب هيثبت انتسابه ازاي؟ يطلع يقول لهم يا جماعه انا دي ان ايه؟ مفيش طبعا. لا، كان يعمل حاجه بقى اغرب من كده. كانوا يجيب الادوات اللي عليها اسم الملك اللي قبله ويحطها جوه مقبره المقبره بتاعته، او يحط حاجاته جوه مقبره الملك اللي قبله. يعني ايه؟ مثلا الملك مات وخلاص اتعمل له المراسم، حتى لو مش ابنه تحنيط. ما بالظبط، ما هي دي بقى اللي احنا جايين لها. يتعمل له تحنيط. من ضمن المراحل بتاعت التحنيط، او من ضمن الطقوس اللي هو الطقس الاخير اللي احنا بنسميه طقس فتح الفم. في طقس فتح الفم في شابتر او في المرحله دي ان بيجي الوريث بتاع الشخص المتوفي، ابنه او وريثه، لو احنا بنتكلم عن الناس العاديه. يعني في حاله الملوك بيجي الوريث بتاعه، الملك اللي هيمسك من بعده، يعمل ايه؟ يجيب الاداه بتاعت الادز، او اللي هي اداه فتح الفم ديت، تمام، ويحطها على بق الموميا على اساس ان هو بيمرر له القوه علشان الموميا تعرف تتعامل في العالم الاخر، بعيدا عن التفاصيل الدينيه. الرسمه دي مين اللي هيعملها؟ هل الملك اللي مات؟ اكيد لا. يعني مش هيؤمر الفنانين بتوع انهم يرسموا، لا، اللي بيعمل الرسمه دي على الحيطان الملك اللي بعديه. تمام. فلما الملك يعمل رسمه فتح الفم وهو وريث، كانه اخذ ان هو بيبين للناس ان هو الملك اللي بعده. تمام. المواضيع دي مش بس بتتعمل في مقابر الملوك اللي ماتوا زي في مقبره توت عنخ امون، ودي حته قويه جدا ان احنا عرفنا مين اللي مسك بعد توت عنخ امون لما شفنا الصوره اللي على الحيطه، هنتكلم عليها بعدين. تمام. مش بس على مقابر الملوك، لكن كمان كان بيبين ان هو بيعمل احتفال ان هو بيقفل المقبره بتاعه الملك اللي بعده، وبيحط الادوات اللي عليها اسمه جوه مقبرته، وياخد من الادوات ويحطها في مقبرته هو. كانت تعمل في سريه ولا كانت معلنه؟ لا طبعا لازم تتعمل قدام الناس. لازم. الرسومات الدينيه دي كانت بتبقى نوع من ايه؟ اللي هو يعني هو الملك مات وهو هيحط نفسه في صوره عشان في المقبره بتاعته او تشوف يعرفوا انه لا مش عشان الناس اللي تشوف، عشان الالهه اللي تشوف. الالهه اوكي. الالهه اللي تشوف لان الناس طبعا ما فيش ناس هتخش جوه المقابر دي. صح. تمام. طيب فاحنا بنقول ايه؟ ان مع بدايه الاسره الثالثه بداوا يعملوا الفكره بتاعت ان هو ياخد من المقابر الملوك اللي قبله ويحطها في مقبرته، او ياخد من الحاجات بتاعته بالظبط. الحته دي
هتعمل اشكاليه تاريخيه ضخمه جدا هنتكلم عليها بعد شويه. طيب نيجي بقى للاسره الثالثه زي ما حضرتك قلتي، عصر الوهيه الملك. الملوك قالوا ايه؟ زوسر بقى كده. زوسر. نشوف تمثال الملك زوسر. زوسر بقى ده قصه، ده حوار زوسر ده. طبعا الناس كلها عارفه ان زوسر هو الملك اللي عمل الهرم المدرج، وطبعا دي معلومه صحيحه. طيب ايه لسه عاملين افتتاح امحوتب قريب اهو. المتحف اعيد افتتاح ان هو كان مقفول. كان مقفول بقاله فتره. ليه زوسر شخصيه مهمه ومحوريه في التاريخ؟ مش بتكلم عن تاريخ الاهرامات، طبعا تاريخ الاهرامات ده حاجه مهمه، لكن محوريه في تاريخ الفكر السياسي او الفكر الديني بتاع مصر. ده اول سبب ان زوسر اعتبر نفسه هو الاله على الارض. عرفنا منين؟ من اسمه هو شخصيا. اسمه ايه بقى؟ هو كان اللقب الموجود على التمثال اللي قدامنا دوت مكتوب نسوبيتي نبتي، يعني ملك مصر العليا والسفلى. نبتي الذي تحميه السيدتين، يعني اللي هم نخبة ووادجت. جسر، تمام، غت. يعني ايه جسر غت؟ اللي هو زوسر، يعني جسر غت الجسد الالهي. بيعتبر نفسه او جسده جسد الهي. يعني هو بالبلدي كده عايز يقول ايه؟ شوف لي كده، قول لي هو عامل اي كونتاكت معاك ولا لا، باصص لك ولا لا؟ فيقول لي لا. ليه بقى؟ لان التمثال بتاع زوسر معمول بزاويه ان هو عينيه تبص لفوق. تمام. وكمان احنا لما اكتشفناه لقيناه موجود بزاويه ميل، تحس ان هي يعني تبقى متماثله مع الزاويه بتاعه الهرم. تمام. اخر درجه في الهرم المدرج. وكمان في الاوضه اللي احنا لقينا فيها التمثال في فتحتين في الحيطه، تمام، قدام العينين، علشان عينيه تبقى شايفه النجوم الشماليه اللي هي الارواح بتاعت الاجداد، او يبقى شايف النجوم اللي هي النيفر سيتنج ستارز، اللي هي النجوم اللي ما بتختفيش في مصر، في العالم، يعني الارض لما بتتحرك ما بنشوفها، بتفضل موجوده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بيبين نفسه بشكل مختلف. المره دي زوسر ليس مجرد تابع لحورس، تمام، ولا هو تابع لست. هو مجرد ايه؟ لا، ده هو كده بقى الملك، يعني هو كده الملك، هو والاله هو الملك والاله على الارض. ده هو مش مجرد، مش محتاج شرعيه حد علشان مش محتاج شرعيه، مش محتاج هو الشرعيه، هو الاله ذات نفسه. طيب ده برضو ظهر ازاي؟ ظهر لما شفنا المجموعه الجنائزيه اللي بناها الملك زوسر. مجموعه جنائزيه ضخمه مهمه جدا. ليه بقى؟ لان هو في المكان دوت هو تعمد ان هو يعمل نموذج مصغر لمصر جوه المجموعه الجنائزيه بتاعته. يعني ايه نموذج مصغر؟ هو دلوقتي احنا كنا عارفين على علم الاثار يقول لنا ايه؟ ان زوسر كان عامل مصطبه عاديه جدا زي مصاطب الملوك اللي قبليه، الاولى والثانيه، مصاطب. وكانت دايما الناس الملوك في الاسره الاولى والثانيه كان ليهم عاده برضو كنوع من الشرعيه ان هو كان يعمل مصطبه في الجنوب ومصطبه في الشمال علشان يراضي الناس كلها. ايوه، مصطبه جنوبيه، واحده بتبقى وهميه، يعني بيبقى مش بيدفن ايوه، واحده فيهم فاضيه. بس في الغالب كلهم اتدفنوا في الجنوب، لان هم اغلبهم كان جاي من الجنوب. حلو. فكان الملوك الاسره الاولى والثانيه يعملوا مصاطب بتاعتهم في ابيدوس او ابيدوس، وفي سقاره المدفن الشمالي، وابيدوس المدفن الجنوبي، ويعمل ده على الطراز بتاعه ويعمل ده على الطراز بتاعه. زوسر قال لا، مفيش الكلام ده خلاص. احنا حكومه مركزيه، احنا دوله موحده، مفيش بقى نظام ايه ارض دور. انا دوله واحده فهعملها في هي مقبره واحده، والمقبره دي تكون في سقاره جنب العاصمه بتاعت مصر منفس اللي اسسها الملك نرمر وحور عاها اكملها بعدين. تمام. فقال لهم يا جماعه انا مش هعمل خلاص بقى، مش هراضي دول وراضي دول، لا، انا هعمل ده في مكان واحد. وفي نفس الوقت علشان برضو اراضي الالهه، راح عمل ايه في المجموعه الجنائزيه بتاعته؟ عمل مجموعه من المباني اللي احنا بنسميها دلوقتي صاله الاحتفال بالحبسد او بالعيد الثلاثيني. في المكان ده في مقاصير للالهه. المقاصير دي بعدد الالهه او اشهر الالهه اللي موجوده في الشمال والجنوب، وما بينهم المكان اللي الملك بيطلع فيه علشان يتوج كملك لمصر العليا، عشان الوقت عمال يجري مننا واحنا تمام. احنا مستحيل نلحق في حلقه واحده كده. انا عارف، ما احنا طبعا يعني هنضطر ان احنا نكمل بعديها. طيب لما نيجي نشوف كده صوره، هنكمل لحد ما الوقت يخلص، ولازم نكمل طبعا حلقه ثانيه. نشوف كده صوره لمجموعه الملك زوسر، التخطيط بتاع صوره الملك زوسر. المهم بقى اللي احنا عايزين نركز عليه في الموضوع دوت، ان هو لما عمل المجموعه عمل مقبرتين اللي هم بتوع الشمال والجنوب، بس عملهم في نفس المكان. عمل المقبره الجنوبيه اللي اسمها المقبره الجنوبيه او الساذرن مصطبه،
في اتجاه الجنوب من المجموعه، وعمل الهرم في الناحيه الشماليه. تمام. الحته زي ما احنا شايفين كده في الصوره، تحت الصوره مربع من تحت ده في المصطبه الجنوبيه على تقاليد الجنوب، وعمل الهرم على تقاليد الشمال. حلو. ولما جه امحوتب قال له ايه؟ قال له تعالى نعمل مسطبتين فوق بعض، 3 مساطب فوق بعض، 4 مساطب، 5، 6، عمل لنا الهرم المدرج. طيب ايه علاقه الهرم المدرج بفكره الوهيه الملك؟ الهرم المدرج ما هو الا ان الملك بيرتقي السلم دوت علشان يتحد بالاله اتوم اللي خلق الكون على شكل الهرم او على شكل التله الهرميه، طبقا للنظريه الخاصه بمدينه هليوبوليس او النظريه الهليوبوليتانيه اللي احنا بتتكلم على ان الكون اتخلق عن طريق اله اتوم فوق شكل التل. فده معناه ايه؟ ده معناه ان هو عايز يرضي اهل الشمال، وفي نفس الوقت هو بيتكلم عن نظريه دينيه جديده مفاداها ان الملك هيتحد بالاله اتوم عن طريق انه يطلع الشكل الهرمي ويتحد بيه. لو اتكلمنا عن الكلمه كتير وممكن نعمل مره يا رب بس الموضوع هيمشي. الفكره بقى ان كان الاول يعني من بعد زوسر، لما زوسر بقى هو عامل نفسه هو الاله على الارض، الموضوع استكمل بنفس الطريقه، ان هو الملوك بقوا يعملوا نفس الشكل الهرمي كمدافن ليهم، باعتبار ان الهرم دوت هو دليل ان الملك هيتحد باتوم وهيتحد طبعا برع، لان طبعا عباده رع في الوقت دوت بقت هي العباده الاساسيه او العباده المسيطره. تمام. فبدايه من الاسره الرابعه، يعني من اواخر الثالثه والاسره الرابعه، ظهور عباده الاله رع. عباده الاله رع عباده بقت هي الستيت ديتي او ستيت جاد، اللي هو الاله رع هو الاله الاساسي الاساسي بتاع الدوله كلها. طيب الملوك في الاسره الرابعه بيعاملوا على ان هم الهه زيهم زي زوسر، فضلنا ماشيين نفس النظام دوت. حته بقى لطيفه كده صغننه، ما كانش الناس يسمح ليهم ان هم يروحوا العالم الاخر. يعني لما انا بني ادم عادي او اموت، لا انا ما اروحش العالم الاخر. مين اللي يروح العالم الاخر؟ الملك. الملك بس. لما الملك يوصل العالم الاخر ويحكم يوصل بسلام، ساعتها الناس تقدر تيجي يستقبلهم في العالم الاخر. عشان كده بناء الاهرامات كنا قلنا عليه قبل كده ايه؟ مشروع قومي. صح. مشروع ديني قومي، وليس مجرد يلا يا جماعه نبني حط حجرين على بعض وخلاص. لا، ده هم بيبنوا حاجه علشان الناس نفسها الملك يبقى اله وياخدهم معاه، او يعني يتحد باله رع والاله اتوم وياخد الناس معاه العالم الاخر. لما الملك يرتاح في تربته يعني او في قبره، الناس هتنبسط. دي كانت النظريه. طيب انتشار بقى فكره الوهيه الملك في الاسره الرابعه، يعني عصر divinity of the king ظهر ازاي؟ الموضوع بقى بشكل فج. يعني لو قلنا ان هو ان الملوك كانوا بياخدوا شكل او يعني بيعاملوا على اساس ان هم الهه، المره دي بقى الفن بتاع الاسره الرابعه بيبين ان الملك اله واهم من باقي الالهه. ظهر ازاي الكلام دوت؟ خفرع. نلاحظ ان رع اتضاف على الاسم بتاعه. ايوه افرع الشفرع منكورع. تمام. طيب ليه بتكلم عن خفرع ومنكورع بالذات؟ لان دول لما نيجي نشوف كده الصوره بتاعت تمثال الملك خفرع اللي هي كانت موجوده على 10 جنيه القديمه، تمام، نلاحظ بقى حاجه هنقولها عشان انا عاملين يعني الوقت. انا مش عارفه طبعا احنا لازم، لا انت لازم نكمل مره ثانيه. ما يعني انا خلاص انا الاسره الرابعه خلاص كده يعني. فتمثال الملك خفرع مرسوم الملك قاعد، طبعا تمثال مشهور الموجود في المتحف المصري ولازم الناس طبعا تروح تتفرج عليه. لما يجي نبص كده على التمثال نلاحظ وراه الاله حورس. ايوه صح. يا لا حورس، انت كنت فين من بدري يا راجل؟ مختفي خالص. تمام. حورس رجع يا جماعه واقف ورا ساند راسه. احنا بقى كنا حاطين ساند راسه عشان يديله قوه للتمثال. بيدي شرعيه وبيدي قوه. بس الحاجه المهمه ان انا لو انا واقف قدام التمثال بتاع الملك خفرع مش هشوف حورس. علشان اشوف حورس لازم اقف في الجنب علشان اشوف اله حورس. ايه ده يا جماعه؟ ده الملك وده الاله. عادي جدا. انا الملك انا اهم. شوف ملك، تمثال الملك وحورس يا دوبك عصفوره صغننه واقفه ورا الراس. نيجي بقى نشوف منكورع. منكورع عمل ايه؟ منكورع عامل في الثواليث بتاعته واقف وجنبيه حتحور وجنبيه اله من الهه الاقاليم. مين اهم واحد في الصوره؟ يعني لما باخد ناس واقول لهم كده اقفوا كده بصوا على التمثال بتاع منكورع، قولوا لي كده مين اهم واحد في الملك. الملك واقف ومادد لقدام، حاطط طلع رجله قدام
ومين اللي واقفه وراه دي؟ حتحور. حتحور حتحور يا نهار ابيض يا جماعه، حتحور واحده من اهم الالهه في تاريخ مصر على لوحه نرمر، احنا شايفين أيوة حتحور من فوق. حتحور بتبقى واقفه كده جنب الملك يا دوبك بتسنده كده في الجنب، ومين اللي واقف جنبه؟ الهه تانية. ومنقورع واقف، هو الممتد له ده، هو الاهم، هو الحاجه المهمه. طيب علشان نقول هتنتهي على ايه الشرعيه الدينيه ديت؟ ايوه، اللي هو ان الملك هو الاله على الارض، هتنتهي نهايه سوداء. ايه بقى النهايه السوداء ديت؟ الاسره الرابعه تخلص، اخر ملكه في الاسره الرابعه هتتجوز كبير الكهنه اللي هو كان اوسر كاف، الملك العظيم اوسر كاف. ويعمل لنا اسره كهنه الشمس، يعني الكهنه هيوصلوا للعرش في الاسره الخمسه. هنا بقى القصه بقت تمام. تخلص الاسره الخمسه، لا احنا لا ما هي دي اخر حاجه خلاص بقى، ما هي تخلص الاسره الخمسه. لا ده انا كنت عايزه اتكلم عن ده بالتفصيل، عشان كده بقول لك ما هي دي هي بس حته صغيره، ان الملك اللي هيمسك في الاسره السادسه اللي هو الملك تيتي ده لم يكن من العيله المالكه، بقى واحد من القاده. نتيجه كده اللي حصل لم يكن له الشرعيه. ايه اللي حصل؟ اغتيل الملك تيتي، هو الاله. الناس شافته وهو بيتقتل طبقا لبعض المصادر، اتقتل الاله، يتقتل قدامهم، مع السلامه، مفيش فكره اله تاني. انا عندي اقتراح لطيف عشان عجباني جدا السلسله دي. انا بفكر نعملها خارج سياق يعني نعملها فيديوهات ويتعرض ويتعرض منها جزء في كل حلقه يعني هنا. واحنا على فكره فاتحين الباب طول الوقت، لانه الناس ممكن تعمل لنا فيديوهات خاصه بينا احنا كيمت، وكل حلقه نقدر نحط منها جزء، لان انا شايفه انه سلسله مهمه جدا جدا وكبيره، واحنا وقتنا للاسف ما فيش اي مشكله قد كده. وانا بعز جدا جدا استاذ مينا في الحقيقه، لانه مينا رشدي لانه من الناس اللي شاطره جدا جدا، وانا ببقى قاعده منبهره في الحقيقه. ما هو انا والله صعبان عليا ان نختم، بس كمان عندنا ضيف يعني هو مش للاسف هو مهم، فدي حاجه جميله، لكن للاسف يعني الفقرتين مع بعض كانوا كل واحده محتاجه يوم كامل. اشكرك شرف لي استاذ مينا، واوعدك انه هنكمل ان شاء الله. انا ما لحقتش اخلص، لكن انتوا عارفين طبعا لضيق الوقت، بس الموضوع كبير. انت لسه في الدوله القادمه. بالظبط. ده لسه كتير، لكن هنكمل وعد، وهناخد فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.